لا بس الدنيا زحمه قوي، ازحم من خنت. انا كنت بحسب ان خنت هتبقى ازحم، واضح ان انا كنت غلطان وبروش طلعت ازحم. من الناحيه التانية قابلتك واحده وبصيت في عينيها وهي بصت في عينيك، هتتجوزوا. كلكم دلوقتي عايزين تيجوا تعدوا من هنا. انا عارف. خليكم شاهدين، محدش فيهم راضي يقفل الحلقه. دي تنزل، دي تنزل بجد. لا 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 لا. اهلا بكم في المدينه رقم 5، الدوله رقم 2 من رحلتنا حول العالم. دي اخر مدينه معانا في بلجيكا، وبعد كده هنبدا في دوله تانية. تنساش تقول في الكومنتات المدينه اللي انت عايزنا نروح نصور فيها. المدينه اللي احنا فيها النهارده فضلت فقيره لمده 400 سنه، لان القناه اللي كانت بتربطهم بالبحر اتسدت فجاه. ما كانوش لاقيين ياكلوا. حاليا هي واحده من اغنى واكتر المدن السياحيه على مستوى العالم. حرفيا مدينه تتوه فيها من كتر جمالها ومن كتر الحاجات اللي موجوده فيها. من مدينه الفقر لمدينه الموت. تستمتع معايا في الفلوج ده، في حاجات حلوه كتير، في قصص اسطوريه عجيبه. هنكمل الفلوج مع بعض وهنشوفها ان شاء الله مع بعض. عارف المكان اللي انا واقف فيه حاليا ده كان بيحصل فيه ايه زمان؟ لا مش هقول لك، سيبك في اول الفيديو وهتعرف كمان شويه. يلا بينا. اهلا بيكم في مدينه جديده. المدينه دي نطقها غريب شويه، في ناس بتقول عليها بروخه دي بالهولندي، لان حرف الجي بالهولندي بتنطق خاء، فبيقولوا عليها بروخه. في ناس بتقول عليها بروج بالفرنساوي، فاحنا هنقول يعني الدارج اللي حتى معظم البلجيكيين بيقولوا بروج، فهنقول على طول بروج. اهلا بكم في بروج، مدينه جميله. هنخرج مع بعض ونستكشف ونشوف الدنيا. المفروض ان احنا عايزين نروح عند المكان اللي هناك ده، استنى، عند المكان القلعه اللي هناك دي السنتر بتاعها، او حاجه اسمها الماركت سكوير السنتر بتاعها، او اشهر ميدان هنا. هنروح من هناك ونبدا الفلوج بتاعنا. بس انا حبيت اوريكم شكل المحطه من بره عامل ازاي. ما فيش فيها اي حاجه مميزه، عاديه خالص يعني، بس هي كمدينه. بس بقى المدينه دي جميله شويه. ليه؟ المدينه دي كانت في قناه بتربطها بالبحر اسمها قناه زوين. القناه دي كانت بتربط المدينه هنا بالبحر، ولكن اللي حصل بعد فتره القناه دي اتسدت بالرمل، ففضلت مسدوده تقريبا 400 سنه، وبقت مدينه فقيره جدا، والفقر كلها وكل اهلها. وعشان الناس ما كانش معاها فلوس تجدد المباني بتاعتها، فضل الحال على ما هو عليه. يعني المباني ما اتجددتش، فضلت زي ما هي، لان الناس ما كانش معاها اصلا فلوس ان هي تجدد المدينه او تجدد البيوت او تعمل اي حاجه. يا دوب كان على قد الاكل والشرب. انها افتقرت جامد من ساعه ما القناه اتسدت، وفضلت 400 سنه مسدوده. بس بعد كده اما بنوا محطه القطر اللي ورايا دي، محطه القطر دي هي اللي رجعتهم للحياه تاني. فضلت اما رجعت بقى اما بنوا محطه القطر دي رجعتهم بقى للحياه تاني، وعرفوا يعيشوا. بقت مدينه سياحيه، والسياح بقوا يجوا لها مخصوص، لان فيها حاجات كتير جدا مهمه وملهمه. هنمشي ان شاء الله ونشوفها مع بعض. خليكم معايا في الفيديو. وصلنا عند محطه الباص اللي المفروض ننزل فيها. هنتمشى شويه. اللي انا اكتشفته حاجه، ان المدينه هنا ليها مكانين. اول حاجه، او ليها سنترين. السنتر اللي احنا رايحين فيه دلوقتي ده سنتر المدينه القديم، وده في كل ما بقى المباني تاريخيه ومباني اثريه وله قصص حلوه قوي. في سنتر تاني جديد بعيد شويه، بس المكان اللي احنا فيه ده يعتبر فيه كل حاجه برضه، براندات. هو مكان سياحي من الدرجه الاولى برضه، في بقى كل البراندات، في كل حاجه. انت ماشي يعني مش ناقصك اي حاجه هنا. انا عايز الف لك الكاميرا بس ثانيه واحده. يعني انت ماشي كده تلاقي حتى، بص، البيوت القديمة. بص على شكل المباني، شكل البيوت، تلاقي شكل كل المباني والبيوت قديمة، لحد ما نوصل للماركت سكوير اللي احنا رايحين له. الماركت سكوير ده له قصة عجيبة أوي هحكيها لكم. بس هو زي مثلا ما تقول أكبر ميدان زي دام سكوير كده في أمستردام. زي ما انتم شايفين كده الدنيا زحمة قوي. ماشي كده واحنا رايحين على المكان اللي احنا رايحين عليه الماركت سكوير، فبتلاقي هنا كاتدرائية كبيرة قوي وضخمة كده، يعني هوريها لكم. بس انا مش هندخل، بس انا عايز اوريكم شكلها من بره عامل ازاي. بص، كبيرة جدا وعلى مساحة كبيرة. الله،
ودي يعتبر من اكبر الكاتدرائيات اللي موجوده هنا، ما كانتش اكبرهم. تذكره الدخول ليها حوالي 12 يورو. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع خنت، خلاص انا شبعت فضولي، ما انا عارف ايه اللي جوه، فيعني مش هندخل، هنروح لمكان تاني، وممكن نخلي الفلوس ندخل بيها حاجه تانيه. طول ما انت مش طبعا هتلاقي ناس زي ما انت شايف كده، ناس بتلعب على الجيتار. انا بشحت بالجيتار. عارفين الفيديو ده انت، اللي هو تلاقي ناس بتلعب على الجيتار والكلام ده. يعني عجبك سيب لهم فلوس، ما عجبكش ما تسيبش. كالعاده انا ما بسيبش يعني، مؤاخذة. لو حد بيلعب على الجيتار بيتفرج عليا ما تزعلش. يعني بس الدنيا زحمه قوي، ازحم من خنت. انا كنت بحسب ان خنت هتبقى ازحم، واضح ان انا كنت غلطان وبروش طلعت ازحم. شايفين الشارع اللي انا ماشي فيه ده؟ انا عايز اوريكم اقلب الكاميرا والله، بس غصب عني، اعذروني يعني. انا هوقف الكاميرا وما نروح هناك اوريكم، لان انا مش هينفع اقلب الكاميرا خالص هنا. يعني الوضع مش الطف حاجه يعني. ولو في حد بيتفرج دلوقتي هيقول لي لا الطف حاجه ورينا، بس مش هينفع خالص يعني. احنا متفقين على موضوع المحتوى يكون نظيف يعني. قربنا نوصل على المكان. معلش بقى انا فاتت الكاميرا اللي فاتت دي كانت زحمه كده يعني. بصوا تاخد لك تور بقى في المدينه بالكاريتا دي. هنا في محلات شوكولاته كتير قوي، انتوا عارفين طبعا بلجيكا يعني الشوكولاته. احنا شفنا الفيديو بتاع بروكسل، كان فيه، احنا عملنا فيديو مخصوص للاكل في بلجيكا وجربنا فيه كل حاجه ووريتكم محلات الشوكولاته. فهنا برضو هتلاقي في محلات شوكولاته كتير في المدينه اللي احنا فيها. واخيرا وصلنا عند الماركت سكوير، ومن اول وهله تدخل عينك هتتخطف وهتعرف ليه دلوقتي. بس انا اجي كده في النص واقلب لك الكاميرا. انا مش عارف ده طوله كام، بس هعرف لكم دلوقتي. بص كده، تبص قدام كده، بص بقى المبنى ده اول ما توصل، اول ما تدخل كده هتلاقي التماثيل دي. مش فاهم هقول لكم التمثالين بتوع مين، هجيب لكم كل التفاصيل دلوقتي، ولكن خدوا اول امبريشن معايا. الزنه دي طويله، زنه ايه، البرج ده طويل قوي. قصة بقى المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي اللي هو الماركت سكوير ده مش قصة رومانسية خالص، مش قصة عاطفية خالص، قصة دموية. اللي حصل هنا سنة 1302 كان ملك فرنسا وقتها حب يحتل بلجيكا، فجه واحتل، او كان جه وكان عايز يدخل مدينة بروج. فاللي حصل كالتالي، اهالي المدينة هنا عملوا كمين في الساحة هنا، بقى اي حد يمشي يوقفوه يخلوه ينطق كلمتين، لو نطقهم صح يمشي، لو نطقهم غلط يتعدم فورا. وده ليه؟ كلمتين كانوا عبارة عن سخيلد ان فريند، يعني درع وصديق. سخيلد ان فريند، درع وصديق. فكان اللي بيقول سخيلد ان فريند صح كان بيمشي، اللي كان بيقوله غلط بيعدموه. طب ليه بقى؟ لان الفرنسيين اصلا ما بيعرفوش ينطقوا حرف الخاء. احنا بنعرف ننطق حرف الخاء عادي كعرب، عندنا الحرف ده. الفرنسيين ما يعرفوش ينطقوا حرف الخاء، بيعرفوا الغين، فكان ممكن يقولوها غلط، او اكيد كانوا بيقولوها غلط، كانوا بيقولها بقى بلكنه فرنسيه. فاي حد يقولها غلط يجيبوا رقبته. فكان على طول يعني اي حد يقولها غلط يروحوا دابحينه على طول، يعدموه فورا في المكان ده. فشهدت احداث دمويه هنا في المكان اللي احنا واقفين فيه ده. قصه يعني دمويه، ولكن ان دلت على شيء بتدل ان الناس مش بتسيب ارضها بسهوله. بس
كده في البرج ده عشان اقول لك قصته بالظبط ايه. هتلاقي البرج واخد له ميل متر. البرج ده مايل كده زي البرج اللي موجود في برج بيزا اللي في ايطاليا. ايه بقى اللي حصل؟ البرج ده كان بيفضل شخص فوق عايش في البرج ده طول عمره، وكل مهمته ان لما يلاقي اي حريق عند اي بيت او في خشب مثلا ولع او حاجه او في هجوم من الاعداء يضرب الجرس اللي فوق فالمدينه تاخد بالها. دي كانت مهمه اللي بيبقى ساكن او قاعد في البرج فوق ده، بس ما كانش بيعمل اي حاجه تانية غير كده، بيفضل طول عمره قاعد في البرج من فوق، ودي وظيفته ومهمته بس. دي كده قصه البرج، حابب اشاركها معاكم، ويعني هجيب لكم بقيه قصص بيت المكان. يعني كده احنا عرفنا قصه الدنيا هنا عامله ازاي، ولكن الانطباع الاول هنا لذيذ. مدينه زي ما انتم شايفين زحمه قوي، زحمه بغباء، يعني كان اكتر زحمه من امستردام. انا ما كنتش متوقع انها كده بصراحه. انا قلت بروكسل هي اللي تلاقيها ازحم، بس دي واضح انها زحمه جدا وواخده برضو قوه، فيعني دي حاجه حلوه. هنكمل في بقيه الفلوج، ما تمشوش، خليكم معانا، خليك يعني ما تمشيش. طيب احنا هنسيب الماركت سكوير ورانا ونمشي قدام شويه عشان نروح المكان التاني، ولكن وانا ماشي كده في الشارع ده لفت انتباهي، قلت لازم اوريه لكم. تيجي تبص معايا كده هتلاقي زي ما انت شايف كده كل المباني فيه برضو قديمه زي ما قلت لك، لان القصه كانت عباره عن ان هم ما كانوش اصلا معاهم فلوس يبنوا المباني الجديده الحديثه بسبب ان القناه سدت وفقرهم، القصه اللي انا قلتها في الاول دي. فكل البيوت اللي فيها زي ما انت شايف هنا كلها قديمه، كل البيوت دي قديمه. بس شوف بقى المكان التاني وصلنا عنده، وصلنا عند المكان اللي عليه الدور. زي ما انتم شايفين كده الرصيف اللي احنا ماشيين عليه ده او الحته اللي احنا ماشيين فيها دي ده اسمه رصيف روزنهاوت، وده له قصه عجيبه جدا. انا حاليا عمال ادور على البجع علشان اوريه لكم بس مش لاقي، واضح ان البجع طفش بسبب السياح. البجع طفش بسبب السياح، مش لاقي البجع خالص. بس ما علينا، احكي لكم قصه برضو، جايز لو حد جه ولقى بجعه يبقى عارف ان دي القصه، ما حدش جه يبقى خلاص. بس المكان ده اللي احنا فيه دوت اللي هو رصيف روزنهاوت ده حاجه اسمها لعنه، هم عندهم لعنه اسمها لعنه الرقاب الطويله. ايه قصه بقى لعنه الرقاب الطويله دي؟ اللي حصل ان زمان كان امبراطور النمسا اسمه ماكسميلان، الراجل ده كان جاي عايز يحتل المدينه هنا او حاجه زي كده، فاللي حصل ان هم حبسوه. المهم ان هم اعدموا المستشار بتاعه قدامه، فكان اسمه بيتر لانشز. بيتر لانشز ده، لانشز دي معناها الرقبه الطويله، وكان شعار عيلته البجع. يعني كان زمان كده كل عيله ليها شعار، الشعار بتاع عيله الراجل اللي اسمه بيتر ده كان البجع. اول ما الامبراطور ده خرج من السجن اللي هو ماكسميلان ده، اكبر اهل المدينه هنا ان هم يربوا البجع، ومش اي بجع، لازم تكون رقبته طويله. تقريبا البجع كله رقبته طويله تقريبا، وده كان علشان خاطر عقاب ليهم ان هم قتلوا الراجل بتاعه قدامه.
فعلى حد من سنة 1844 حتى الآن بروج بتربي البجع علشان خاطر كده. ودي تقريبا أطول لعنة الواحد ممكن يكون سمع عنها في حياته. بس ستيل أنا مش لاقي أي بجع، فممكن يكونوا بطلوها ولا اللعنة فكت ولا إيه مش عارف. بس لو لقيت بجع هوريكم يعني. أيا كان، دي كانت القصة بتاعته، إن هو بيربوا البجع مخصوص علشان خاطر قتلوا المستشار بتاع ماكسيميلان. بس هنروح بقى نتمشى تاني، نكمل تمشية ونشوف المكان اللي بعد كده. لقينا البجع يا جماعة، واحنا ماشيين دلوقتي في وسط المدينة. بصوا لقينا البجع اهو، اللي هو برقبة طويلة اللي احنا قلنا عليه. تلاقي حتى شكله ولونه مختلف عن البجع اللي احنا عارفين ان هو بيكون في حتة برتقاني كده. تلاقي ده كله بجع شعر راسه كلها سودة ورقبته كلها طويلة قوي. دي القصة. بصوا يا جماعة، شايفين الجسر ده؟ الأسطورة بتقول ان انت لو جيت وانت معدي على الكوبري ده من الناحية التانية قابلتك واحدة وبصيت في عينيها وهي بصت في عينيك، هتتجوزوا. كلكم دلوقتي عايزين تيجوا تعدوا من هنا. انا عارف. والاسطوره برضه بتقول ان انت لو انت متجوز وعديت انت ومراتك هنا تحت الجسر ده كده بمركب، هتفضلوا مع بعض طول عمركم ومش هتطلقوا. طبعا كل ده اسطوره، مفيش حاجه اسمها الكلام ده طبعا، احنا مالناش دعوه. بس انا بحكي لكم الاسطوره اللي بتتقال هنا عن الجسر ده. ده اسمه جسر الحب الابدي. عشان كده الناس كتير بتيجي تتصور هنا وبيحطوا قفال زي ما انتم شايفين كده، وبيحطوا قفال هنا والكلام ده كله. بس دي القصه بتاعت الجسر ده. حبيت احكيها لكم عشان تكونوا عارفينها. كلكم طبعا دلوقتي اكيد بتتمنوا ان انتوا تيجوا تعدوا هنا وواحده تعدي الناحيه الثانيه وتبصوا في عين بعض وتتجوزوا. وصلنا عند المكان الاخير معانا في مدينه بروج. المكان اللي انا فيه ده له قصه عجيبه جدا جدا جدا، كمان جدا مره كمان عشان خاطري. القصه بتقول ايه؟ الميه اللي ورايا دي مش ميه، الميه اللي ورايا دي دموع واحد. غريبه صح؟ احكي لك القصه من الاول. المدينه دي او الحته اللي انا فيها دي اسمها مينا او ووتر بارك. يعني انا مش متاكد اذا كانت هي دي البحيره اللي مقصوده ولا لا، لان انا عمال ادور حوالين المكان كده مش متاكد هي ولا لا، ولكن هي دي الميه الوحيده اللي موجوده، فاعتقد ان القصه تنطبق عليها، لان انا مش شايف ان دي بحيره، بس ممكن تكون بحيره كبيره شويه. المهم ان القصه بتقول ان في بحيره كانت هنا، والبحيره دي اتسمت باسم مينا. ومينا دي كانت بنت زمان في القرون الوسطى. اللي حصل ان هي كانت بنت راجل غني قوي قوي قوي، وجت زي ما بنشوف في الافلام حبت محارب بس شجاع وفقير، مش معدوم خالص. الراجل جه يتقدم لها، طبعا ابوه رفضه، وهو راح المحارب ده خرج عشان الحرب، فابوها حب يجوزها غصب عنها لواحد تاني، فهي هربت منه وجت قعدت في الغابه اللي كان فيها البحيره، وغالبا قصدهم على المكان اللي احنا موجودين فيه ده او الغابه اللي جوه. يعني انا ممكن اوريكم صوره الغابه عامله ازاي، او الغابه اللي جوه دي. فاللي حصل ان هي فضلت مستخبيه في الغابه دي من غير اكل ومن غير شرب في التلج. فالراجل حبيبها ده لما جه كان اسمه سترومبرج. حبيبها ده لما جه اللي هو اسمه سترومبرج ده قعد يدور عليها لحد ما لقاها في الغابه دي، وجاه لقاها خلاص في اخر انفاس حياتها، فلقاها بتموت خلاص، فشالها بين ايديه عشان يلحق ينقذها فماتت. فلما ماتت دفنها في قاع البحيره اللي كانت موجوده وقتها، مش عارف بقى هي دي ولا لا، دفنها في قاع البحيره دي والميه طبعا غطتها، ما حدش عارف مكان القبر بتاعها فين. وبيقولوا بقى من ساعتها قعد يعيط لحد ما البحيره دي اتملت من دموعه. فاللي احنا موجودين عليها دلوقتي دي دموع سترومبرج، مش ميه. دي القصه بتاعت المكان اللي احنا موجودين فيه. هي مكان جميل جدا على فكره، القعده فيه هنا ممتعه ومريحه. طبعا مش تراب. مؤاخذة يا جماعه، اللي في حكم ولازم اقول. يعني المهم ان المكان اللي احنا قاعدين فيه ده قعدته مريحه وكويسه، جو هنا جميل. لا اللي ورايا دي اللي انتوا شايفينها دي اسمها قلعه مينا كاسل، وسموها برضو باسم البنت، وهنا البحيره اتسمت باسم البنت، والمنطقه دي كلها اتسمت باسم البنت اللي هي كان اسمها مينا. دي القصه كلها باختصار يعني. بس اتمنى تكون القصه عجبتكم. نقفل وناخد الاول. تقول يا عم عارف انا بقول ايه يا عم؟ خش. طب اقفل انت. عارف انا اقول ايه؟ خليكم شاهدين، محدش فيهم راضي يقفل الحلقه. يا عم اقفل. دي تنزل. لا
ومن هذا المكان سيداتي انساتي سادتي نكون وصلنا لنهايه الفلوج بتاع النهارده. اشوفكم ان شاء الله في الفلوج اللي جاي. طبعا الشباب معانا رحب يا عم بالناس انت ما رحبتوش. اشوفكم ان شاء الله في الفلوجات اللي جايه. سلام.